مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة لنهار اليوم هي التاكوس. تاكوس هو عبارة عن ساندويش صيفي. ما يخفالكمش بلي رانا في فصل الصيف وراها وقت الأكلات الصيفية الخفيفة. إذا اليوم حبيت نشارك معكم هذا التاكوس اللي حضرته لكم بطريقة مبسطة. ما كانش بزاف لي زانغريديون، يعني المقادير جد بسيطة والطريقة سهلة ومفهومة. خرج رائع كما راكم تشوفوا ما شاء الله، يشهي. إذا بلا ما نطول عليكم، أكيد رايحين نبداو نحضروا الوصفة مع بعض. إذا نجيبوا كل المقادير نتاعنا ونبداو في تحضير الوصفة مع بعض. المهم أنا قبل كل شيء راح نبدا نحضر معكم العجينة تاع خبز التورتية اللي نحضروا به التاكوس، ومن بعد نبداو في تحضير الحشوة مع بعض. إذا أول شيء عندي هذا البول راح نحط فيه 5 أكواب تاع الفارينة مع الملح بيان سور. الملح عفوا راح نحط 2 ملاعق صغار نتاع الملح. كملاحظة تقدري تقسمي المقادير على 2. أنا هنا حطيت المقادير على حساب أفراد العائلة، انت تقدري تقسمي المقادير على 2. زيت حطيت ملعقة كبيرة تاع الحليب المجفف، ملعقة كبيرة تاع أو عفوا صغيرة تاع السكر، وملعقة صغيرة تاع الخميرة الكيميائية. ورايحة نبدأ نضيف الزيت النباتي. هنا نضيفو 5 ملاعق زيت نباتي ونبداو نخلطو إذن هاد المقادير مع بعضهم فقط باليد هكذا باش هذيك الفارينة تاعنا تتبسس وتجينا يعني هشيشة. هذاك خبز التورتيه تاعنا راح يكون خفيف ويكون بنين تاني. هنا راح نبدا نضيف الحليب، تقدري تضيفي الماء ماشي الحليب. الحليب راح يكون بدرجه حراره الغرفه. علاه حطيت الحليب يعني شمخت بالحليب هكذا باش الخبز تاعنا راح يكون خفيف، ما راحش يكون ثقيل ويقهم. على بالنا بلي التاكوس شويه يعني يشبع 6%. شوفوا كيفاش هذاك الخبز تاع التورتيه تاعنا يكون خفيف. اصلا من بعد كي نبدا نحل فيه راح نحلو رقيق بزاف. هنا بعد ما يعني وصلت للقوام هذا المطلوب، من الاحسن العجينه تكون شويه يعني تلتصق في اليدين، تكون طريه باش خبز التورتيه تاعنا ما يكونش ناشف ويتكسر لنا. نعجنو. انا هنا راح نعجنو من 5 ل 10 دقائق، نعجنو مليح حتى ترجع لي العجينه ملساء. هذه هي اذا اخواتي. من بعد رايحه نحطو في لو بول، نرجعو البول ونغطيه بفيلم اليمونتير ورايحه نخليه يرتاح على الاقل نصف ساعه. انا للامانه خليته يرتاح اكثر من نصف ساعه، كان عندي شغل خليته يرتاح بالطبع والشان ومن بعد رجعت ليه. كما راكم تشوفوا بالنسبه للحليب انا خدالي الكاس الاول، وبالنسبه للكاس الثاني خدالي فقط كاس الا ربع، يعني كوبين الا ربع تاع الحليب على حسب يعني الكميه. من بعد نجي نرجع يعني بعد ما خليت العجينه هذيك ارتاحت لي نبدا نوزن فيها. انا عملتهم 80 غرام. 80 غرام رايحين يكونوا يعني في المعقول، ما رايحش يكونوا كبار وما رايحش يكونوا صغار. نعملهم هكذا دي بولات ونخليهم يرتاحوا. انا يعني وما حبيت نخليهم يرتاحوا كما نحب. نرجع اذا للحشوه. هنا عندي حوالي 2 صدور الدجاج، هنا قطعتهم قطع صغيره. اضفت الملح، اضفت التوابل، اضفت شويه تاع الثوم، واضفت كذلك لا موطارد وشويه فقط تاع الزيت. علاه باش هذاك الدجاج تاعنا ما يجيناش ناشف. ورايحه بيان سور نطيبهم نورمال في المقلاة. هنا اذا رايحه نرجع لخبز التورتيه تاعي، رايحه نبدا نحل فيه. نحط كميه مليحه تاع الفارينه هكذا باش ما يلصقليش وباش تمشي لي العجينه هذيك.
ونحلهم هكذا اقراص يكونوا رقاق بالبزاف. يعني انت رايحه تحليهم على قد ما تقدري، رايحه تحليهم يعني رقاق مليح مليح باش هكذا التاكوس تاعك يجيك خفيف. وبيان سور رايحه نحطهم هكذا. انا عندي هنا الطاجين تاع الحديد، رايحه نشفهم هكذا، فقط نشفهم، ما رايحاش نخليهم مده طويله. مره على مره رايحه نقلبهم هكذا باش ما ينشفوليش. وبيان سور كل ما طيبي حبه رايحه تحطيها في قماش يكون نظيف، ومن الاحسن تزيدي كيس بلاستيكي هكذا باش ما ينشفولكش. رايحه اذا طيبي الخبز تاعك على ضربه حتى تكملي، من بعد رايحه اذا توجدي التاكوس نتاعك. بالنسبه لخبز التورتيه هذا تقدري تستعمليه في اي نوع من انواع الساندويتش، وإلا كان عملتي كميه كبيره تقدري يعني تحضريه وتغلفيه مليح بلو فيلم اليمونتير وتحتفظي به في الكونجيلاتور كي تحتاجيه. بيان سور رايحه تخليه حتى يدي كونجلا، من بعد رايحه تبدا تستعمليه. راني كملتهم كما راكم تشوفوا، خرجوا رائعين، خرج خفيف وطري كما راكم تشوفوا رائع. هنا رايحه نبدا اذا نطبق الوصفه تاعي. راح نجيب كل المقادير تاع الحشوه ورايحه نبدا نحضر التاكوس نتاعي. نجيبو اذا خبز التورتيه تاعي. اول شيء رايحه نمسح الجبن الكريمي، كما تقدري تمسحي كريمه الجبن ولا لاصوص الجيريان، اي حاجه تكون عندك. من بعد تبدا تحطي البطاطا هنا مقليه، وديري تحطي هذيك الدجاج اللي طيبته، تزيدي الطماطم اللي قطعتها مكعبات، شويه بصل كذلك مقطع، وتحطي شويه البصل اللي يعني حمرته، وتزيدي بيان سور الجبن المبشور، شويه دبشه ومعدنوس. هذه هي الحشوه. و تطبقي هادو يعني تطويهم كما راكي تشوفي. هذا هو الطريقه اللي نطويو بها التاكوس نتاعنا، ونحطهم في الصاج هذا اللي يكون سخون. النار بيان سور لازمها تكون قليله بالبزاف. اللي عندها مقلاة، هذوك المقالي اللي يكونوا فيهم خطوط، من الاحسن هكذا باش يخرجوا هذوك الخطوط ويجوك يعني كيما تاع برا. اذا خبز التاكوس تاعنا راهو واجد، خرج رائع، خرج ما شاء الله يعني يشهي. وكي تعملي هذه الحركه بالسكين راح يخرج هذاك الصوت. اذا رايحين نقسموا حبه مع بعض ونشوفوها كيفاش خرجت لداخل. هذاك الحشو لداخل ما خرجش ناشف، خرج من الدي. وبالنسبه للبنه ما شاء الله لا يعلى عليه. انا عملت كميه معتبره على حساب افراد العائله، انت تقدري تستعملي على حساب افراد العائله تاعك. هنا ما بقى لي غير نقول لكم شهيتكم في الجنه. ما تنساوش تجربوا الوصفه، ما تنساوش تدعموني في القناه، والتعاليق الجميله ومشاركه الفيديو، الاشتراك في القناه، الجيم كذلك. والى الملتقى في فرصه اخرى ان شاء الله. سلام.